خيرك مزعل بنتي وداد يا عماد، ما حلك ما تعفن، تجب لكم الشهرين متزوجين. والله ما درت حاجه يا عمي، بالعكس انا لحساب روحي درت حاجه باهيه، رفعتها معي الكافيتيريا اليوم، واحنا من اول ما قعمزنا وهي بدت تتخبط وتعيط وتندب وقالت لي شيء تو في حشبون. وين كنتم مقعمزين؟ مقعمزين في كافيتيريا. سألت عليها كافيتيريا هذه اللي تدوي عليها انت ونعتتها لي. دي كافيتيريا تشني هذه يا جلمود. دي هذه في الاصل كانت قبيله ضي. ونعرف انا ونعرف هذا اللي صار، انا اصلا مش بتاع جو قهوه كافيتيريا. ما تفهمش؟ اسال ونوروك. بالله عليك رفع حالي لي خن وتطلب لها في شاهي مطبوخ ليه؟ عروسه ما ليهاش شهرين تطلب لها في شاهي مطبوخ ليه يا مخنشب؟ بتجلطها؟ شو تحسب روحك انت؟ رفع معاك وفد مصالحه شعبيه بتردوا نازحين لمنطقتهم، ولا رفع لي معاك وفد حكماء بيتوسطوا ما بين زوج قبائل متحاكين؟ رفع معاك عروستك ابنيه عمرها 19 عام طالب لها شاهي ليه عليك ليه؟ والله خدتك عيشها لما سمعت طاحت من الداخل وقعدت تتخبط. ما قلتش لحساب بنتك هيك يعني، طلقت علي لسانها قدام الناس فضحت بيا، فاش غلطت انا نبي نعرف بس. هريت لسانها بنتي وداد طالعه لامي طولها مترو ولسانها 10 مترو. بعدين يا رجل انت كسرت خاطرها رعشتها البنيه طالعه ترفعها لقهوه في فندق تاخذ لها كريم بالنوتيلا بان كيك بالعسل عصير مانجا رفعها لي غرزه يا رجل تطلب لها في شاهي مطبوخ يعطيك ما يطبخوك في عجانه. انت كملت جميلك واخذت لها كرسي معسل بتاع سلوم وخلاص. الله غالب انا هيك تربيت متاع بر وحطب وشواء. وهذه قيم تحسب لك يا راجل. انا يوم وافقت عليك وافقت لانك فارس ومتاع دعاك، لكن مش لهالدرجه. والله نخاف نسهر عليك يوم ولا يومين انت والبنيه نلقاك طالق تسرح بالبل. با اسمع يا عمي، قول لها تجهز روحها خلي نروحوا. والله البارح ما جاني نوم وانا نفكر ونقول خيرني، فاش غلطت؟ وهو اليوم جاتك نجري ونوعدك نعوضها غدوه ونفطرها حاجه مليحه. وشو بتفطرها؟ سفنس. سفنس؟ بالدحي. كم دحيه؟ دبل دحيه. دبل دحيه؟ ورايبات. والله يا عماد انت ما تتعود، راجل من النوع الثقيل متاع شاهي وسفنز ودحي رايب وكبده ومعاليق، وعليه بنديروا تعديل بسيط في القصه، اعطيني رايك. شنو؟ خلي البنت في حالها تقعد مع امها لانها رقيقه وما تستحملش، وجوك انت بتاع الشواء والمعاليق والسفنز الرايب والدحي هذا كله جوي اليه، انا بنمشي بالعيش معاك. عاشا وقت صاحبكم. ما يجيشك يا عمي راه، والله ما يجي بصراحه. يجي اسكت انت اسكت، يجي ما تجيش سردينه يا عاشا. هيا ردوا. طبعا انتم عارفين ان الحكومه تحاول حلحله بعض الامور العالقه والمستعصيه، كذلك تحاول انها هي تخرج بالبلاد الى بر الامان. وجماعه الحكومه تبي الحد والله العظيم واخذين الامور بالسياسه وما يبوش يديروا مشاكل مع حد. لكن بطيئين جدا يا حاج ميلاد، والله ادائهم بطيء جدا. الثركه ثقيله يا عماد، اللي درناه في البلاد راهو مش شويه. والجماعه بطيئين لانهم ياخذوا في الامور بالسياسه، يمارسوا في السياسه. انتم عارفين شنو هي السياسه؟ معروفه هي طبعا، ما شنو هي؟ زي لما تقول للبو سايس ولدك وللام سايسه بنتك خذها بسياسه، هذه هي السياسه. بالضبط، احنا اللي بنديروه نبوا نستغلوا نقطه الضعف هذه اللي في الحكومه. يا اما نقطه ضعف ان الحكومه تخدم بالسياسه وتسايس في الطرف الاخر. عليك نور، وبنلوولها ذراعها وبنفرضوا عليها قائمه باسماء تعتمدهم، وزراء وسفراء ووكلاء. نبوا حصتنا في البلاد يا يحيى. احنا قبيله مش سهله وعائلتنا رقم صعب، واستطعنا في فتره زمنيه قصيره جدا ان نخلق من انفسنا كتله حرجه. كنت كنا حرجه. باهي، ما دام جماعه الحكومه كويسين وما يبوش الصدام، واحنا علاش نضغطوا عليهم؟ بشويه بشويه توا امور البلاد تنحل. ويقول الناس لولا كان صاحبك لقيت عسل ما تلعبش كله. هذوك الناس لولا يا يحيى، احنا موديل اجدد. انا ندعي اذا كان صاحبك عسل كله وكان مازال فيه منه فاصل ثاني انقز عليه حتى هو ولا احسن. طيب ايش المطلوب مننا يا حاج ميلاد توا؟ اتفقنا مع الحكومه بنوقفوا المشاكل وبندعموها،
وبنوقفوا معاها في بناء الدولة. انت معقولة يا حاج توقف المشاكل؟ هي راس مالنا وهي دارت لنا قيمة. لا 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 لا، المد قوية الدالة يا يحيى، العالم كله معاها، ومع هذا الحكومة مذهوبة شيلتها وقاعدة تسيس فينا، فأنا شرطت عليهم باش ندعموها لازم تاخذ من خوتي وضراري عمي وتعينهم وزراء ووكلاء وسفراء، ووصلنا معاهم إلى كلمة سواء. عظيم جدا. وقبلوا منا؟ وافقوا، وفرضتك عليهم أنت يا عماد يديروك وزير. وفي وزارة؟ والله ماني عارف بالضبط، لكن وزير وتحكم وتطلق. لكن أنا خايف يا عمي ميلاد، راهو أنا من لما تخرجت ما طلعتش من مربوعتنا وخبرتي صفر، وبلا قاعد قدامي مدراء إدارات ورؤساء أقسام. خبرة يا راجل، ومتخرجين أقل واحد ل 20 عام راهو. هادو كلهم ريتهم بيقعدوا تحتك وبتعفسهم تعفيس وبتتحكم فيهم زي ما تبي. وقصدك بيغلبوا بعماد هيك طول؟ هم ورايهم يبوا دعمنا أو نحن مع بناء الدولة، ما بوش بنحط صبعي في ودني وبنقلبها فوق روسهم وبنتصل بالقنوات، وهذه حكومة عمالة وحكومة غرب صليبي كافر. شنو هي الأخيار؟ غرب صليبي كافر. طب بالله عليك يا حاج بلاد مزالين في جو هذا. يمشي يا يحيى قاعد يفلق، خليني نعرف شغلي يعني، التحريف هذا لعبتي، نسيتوا بلديحية مثل مشاكل ولا شنو؟ باهي والمطلوب مني يا عمي ميلاد شنو؟ أول ما تجلس على كرسي الوزارة ما تاخذش تعليمات من مخلوق، لا رئيس حكومة لا نائب رئيس، أنا اللي حطيتك وزير وأنا اللي بنعطيك التعليمات، قرارات الوزارة تقاريرها أذوناتها مشاريعها تعرضهم علي أنا رئيس حكومتك الفعلي، فاهم ولا لا؟ فاهم طبعا. يا عماد انت نوض برا امشي لمحمد المغرب الحلاق، خليه يتركب لك وجهك هيك ويفتك لك امورك. نو ودير قناع ودير حمام بخاري لوجهك يا عماد، وراك شاشات وراك تلفزيونات نبوك تشلع شعل. بيعطوني حق الحلاقة، تعرفوني مفلس وعاطل على العمل. يحيى يا رجل أعمالنا البطل يلي ساترنا أعطيه فلوس. ايه علي قداش مني مليت من الصرف، راكم خلاص نحتوني نحت ما خليتوني شيء. اللي صرفته في عام بترده في عقد، اعطي الولد فلوس خليه يمشي ينظف روحه ويستر روحه. واش اللي بدالي وقراويط يا ولد اسمع. حاضر. اعطيه يا يحيى. نوض انت بالك ذوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد خطرها يا يحيى. جدك مفتاح وين؟ والله هو قاعد مع ضراري اختي غادي خير. بنحطوه سفير. جدك مفتاح 96 عام وعنده الزهايمر، لكن خبرة. وبتحطوه سفير وين؟ استرالي. مش جدك مفتاح خبير في السعي؟ يا بك ايام زمان يا بابا، ايام العز كان هو ملك الزراير في السوق. وجات لعنده. استراليا مملكة السعي. العيد الكبيرة جاية يا يحيى، خلي بنحوسوا في المواشي واللحوم استيراد وشحن. انت رجل اعمال وتعرف شنو تونا اللي بنعلمك. خلي نمشي لجدك مفتاح حيا نبشروه. والله يا توتي بالحق وللامانه انا بكي اتصلت بي اختي وقالت انه هو راح منهم في البر وليهم 3 ايام وهم يدوروا فيه ما لقوهش. بدا يدخل في الذاكره يا راجل خلاص. وهذه ميزه اضافيه في جدك مفتاح حنزيد نضغط بيها. الحكومه ديما تنادي بنسيان الماضي وفتح صفحه جديده، وانت جدك مفتاح ومقيده خير منه ناسي الماضي وعنده زهايم. بارك الله فيك يا ابوي، طول عمرك مدلعنا انا واخوتي ومش مخلي علينا حاجه منقصها. بارك الله فيك. حتى بعد ما كبرنا وتزوجنا قاعد تدير لنا في لما كل خميس وتجيب فينا حداك وتدلع فينا وتوكل فينا. بارك الله فيك، ان شاء الله ما نفقدوك. والله يا صاحبي معزة قبر يا نصر يا ولدي. لا حول ولا قوة الا بالله. تو علاش الكلام هذاي؟ ان شاء الله ربي يعطيك في طول العمر ويمد في عمرك، ان شاء الله ما نفقدوك. هاك يا نصر هاك. دور هالفاظ بتاع انه تسلها لاخوتك، خلي يشبعوا منها. راني ما نبي يكون مش يحتاجوا في حاجة ولا يكونوا شوفانين في حاجة. بارك فيك يا ابوي. بارك فيك. ده غير وين؟ هاونا بل فوق. هي عارفها. ايه.
والله ما مزبوط يا ابوي هيك راه، مش عادل بكل بصراحه، والله ما هو عدل. احترم نفسك يا مهدي وكلم بوك كويس، نسيت روحك ولا شنو؟ راه هو ما يجيش هيك بصراحه، راه حتى احنا راه متزوجين ورانا نسوين وصغار وحتى ما يبي يشموا. اعطيتك الفاظ الشهر اللي فات وروحت بيه للحوش وقلت صغاري بيشموا، جبتهولي وجهه من فوق فيه خبش ظفر، لازم هذا الظفر مرتك. حامل وجد في نيتها، اصلا حكت عليها فخر لحظه، والله ما ضقتها بكل. اعطينا خلينا نرفع الفاظ لصغارنا يشموا يا ابويا، ديك ربي. ما تخليش صوتك علي، ما ترعشنيش، الرئيس مش باهي ليا. باهي يا ابوي، باهي. بوي بوي بوك يا زلمه، بوي. يا اخويا نصر، اليوم الوالد لي 4 شهور متوفي، وكان الله يرحمه يجمع فينا ويود فينا كل خميس ويشمم فينا في النوتيلا. نحسبوك عاد بتكمل مسيرة الوالد، لكن اليوم ليك 4 شهور لا جمعتنا ولا شممتنا. ايامات الوالد هذيك ايامات العز، ايامات البوبا. اليوم الوضع تغير. نوتيلا شنو هذه اللي بتسموها؟ انتوا عايشين في البلاد ولا برا منها؟ وش ندخل اللي صاير؟ احنا عندنا فاز زبونه نبوا نشموه، فاز زبونه متاع النوتيلا. وين يا نصر؟ قصدك تحسبني لو بنت عليها؟ مش انا اللي رابط على نزالة خوتي يا مهدي. امال وين الفازو؟ بعته وما بدش نقول لكم باش ما ترعشوش. حياة الحاج كان مش منقص عليكم حاجه ومات مع قمش قرش. اضطريت نبيع فاز النوتيلا بس طلبت بيه على الزنازه والخيمه والعشاء، والباقي بدي لكم به راي حتى اللي ما يرضينيش تبعده هكي. وشنو الراي تو؟ مع ان الحاله صعبه اتفقت انا وخالكم مرعي وزوز من جيرانه بنشاركوا في فازو. فاز النوتيلا؟ لا مايسترو، ارخص وشوكولاتتها قويه، ولما تشمها تدير في خط مش عادي. بقى اليوم خميس، وينها خلي نشمها؟ يا رجل استحشني ريحه الشوكولاته. اتفقت مع خالك بنعكم خميس لشريكنا منصور، لانه ام عزوز كبيره وتبات عندها كل خميس حتى هي تبي تشم، واحنا اعطونا يوم الثلاث. تبي كيف الراي؟ الخميس هذا بيمشي هيك ماناش مستمتعين. عيب، نصر ما يخليش هيك. جايب لكم هدي، شفتوها كيف جابدينها اليوم من ناحيه كندر، مفتوحه شهر الصبح فاتحينها، يعني حتى من ريحه فيها. هاك يا عماد، حاطين اخوتك خليهم يشموا ويرحموا على الحاج. السلام عليكم، شن حالك يا لباس اليوم؟ لك ولدي انا اعرفك، خزي عليك خزي عليك. تهدي يا ام الزين، اهدي. التوتر مش باهي ليك، انت دايره تو 9 عمليات قسطره وعندك عمليه قلب. اهدي هدي روحك. خيرني يا ابوي، شن درت باش تزعلوا مني هيك؟ امك اكتشفت بانك انت ما تدخنش، وطول المده اللي فاتت وانت تكذب علينا وداير روحك راجل وندخن وتفوت فيه علينا، وبعدين اكتشفنا انك انت كذاب وعمرك ما حطيت سبسي في فمك، وهذا بشهاده اصحابك واصدقائك. الكلام هذا مش صحيح، انا تو كيف طفيت سبسي قبل اخش لكم هنا. كذاب كذاب، ما طفيت الشيء كذاب، انت عمرك ما دخنت. عماد ولد يحيى دخاخين، سليل عين الدخاخين، طالع ما يدخنش، يا فضيحتي قدام المساوين. ابدا ابدا ابدا. هذا شنو؟ هذه شنو هذه؟ تفاحه ولا مش تفاحه؟ تفاحه ولا مش تفاحه؟ ولدك حاط تفاحه جنب السرير يا يحيى، وانا نفتش نبي نفرح، نقول بالك نلقى تحت السرير طفايه فيها عكايش، بالك نلقى ابوك معسل سلوم ملبد تحت الدولاب، نلقى تفاحه يا عماد. هدي يا ولادي ليه عليك؟ يا عماد بدك تجاوبني بصراحه، التفاحه هذه ليك والا لا؟ ها، من غير لف ولا دوران، قول. التفاحة هذه لي أنا، الأكل الصحي مش عيب يمي، التفاح مفيد للصحة. يا جدي يا حالي يا يحيى، ولدك طلع لي بتاع هيلتي فود، يا نهارات السود، هيلتي فود يا يحيى، مو علي يا مو، يا نهاري لحم منه، صدقية علي يا يحيى، أولادك فما صنطة فايح يا يحيى، صنطة زي صنة البناويت يا بلادي، صنة فما تقول بنية يا نهاري. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عماد ولدي الوحيد اللي طلعت بيه من هالدنيا هاي يطلع فمه فايح. بوك يحيى هذا ريحة فمه مجاري يا عماد، خيرك ما طلعت له. بوك يحيى لما يتاوب
لك لأحبابك يا ولادي، خربنا لك تحت منين؟ خلاص يا زين خلاص، هو بهم غلطه. تو الزين ضربها معي القهوه وبناخذ لها رجيله. هو تفاح ونعناع ما يجي شيء. يا ابوي عندك عيب من الكرسي الرجيله اللي تحكي عليه هذا يعادل 100 سبسي. 100 امك 100 امك. باهي بوك هذا لما الحوش كان هذا يبني فيه ويتم عليه الدخان كان يولع في كواخذ الشيمانة ويسبس فيهم. وحنيا اللي معاش قادر يا يحيى، والله ما عاد قادرة ولع لي سمسي يحيى. شوي بشوي بشوي. باهي والحل؟ انا لا يمكن نأدي بنفسي للتهلكه راه. لا ما انا مرة ودي روحك للشارع. يلا اطلع من الحوش، اطلع من الحوش. هاك يدي.